مساء الخير. النهاردة هنعمل فطاير نباتية طالعة جميلة جدا، صيامي بدون حليب بدون بيض. أتمنى تجربيها وتضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. أول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة سكر، وهضيف عليها نص معلقة خميرة بيرة. لو مش عندك الخميرة البيرة بتستخدمي الخميرة الفورية الجافة. وهبدأ أدوبهم كويس كده بالمعلقة مع بعض. دوبيها كويس كده وهبدأ أركنهم على جنب. خلاص كده دوبت الخميرة كويس، هبدأ أركنهم على جنب. ومعايا كيلو إلا ربع من الدقيق، هبدأ أنخله كويس كده. هبدأ أنخلهم من أي شوائب. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف السهم اللي تحت الفيديو، بتضغطي عليه بتلاقي المقادير. انا خلاص كده نخلتهم، دول كيلو الا ربع دقيق، هتلاقيهم بالكوبايه في صندوق الوصف. ضفت معلقه سكر وضفت ربع معلقه ملح. كمان زي ما بقولك في صندوق الوصف هتلاقي بالكوبايه الدقيق. انا بقلبهم كويس كده مع بعض، وهبدأ اضيف نص كوب من الزيت هضيفه، وهبدأ ابس الزيت بالدقيق بايديا كده. انا هبس الزيت كويس في الدقيق بايدك، تخليه كده زي ما يكون مرمل كده معاكي. انا خلاص كده بسيت الزيت بالدقيق كويس، هبدأ اضيف كوباية المية بالخميرة. وطبعا هحتاج مية كمان، هضيفها في كوباية الخميرة برضو بتكون مية دافية، وابدأ اكمل بيها عجن. انا خلاص كده بدأت العجينة تتلم معايا. بتعجنيها كده لمدة 10 دقايق، ويكون فيها طراوة بالشكل اللي انا هوريهولك دلوقتي، ما تكونش جامدة، تكون فيها طراوة زي ما هوريهالك دلوقتي. بصي فيها طراوة بالشكل ده. انا خلاص كده عجنتها كويس، هغطيها تختمر لمدة ساعة وهرجع لكم. بغطيها كويس، وهبدأ اغطيها بفوطة كمان علشان تسرع من الاختمار. فوطة كبرتة بتغطيها كويس كده علشان تسرع من الاختمار، وهرجع لكم. ببدأ كده ادهن الصينية زيت اللي هشتغل فيها. طبعا معايا العجين هو اختمر كده، خلاص هبدأ افضيه في الصينية زي ما انتم شايفين كده. هبدأ افضيه. كل الصينية اللي معايا دي انا دهناها كويس علشان العجينة ما تلزقش فيها. بكمل كده دهان للصينية. ببدأ كده اقطع لكور زي ما انت شايفة كده، كور المقاس ده. انا بقطعهم كلهم من نفس المقاس ده كده، وهبدأ اجيب كيس بلاستيك واغطيهم. هكمل تقطيع كده، بحاول اخليهم كلهم نفس المقاس. كمان النهاردة هقول طريقة التسوية اللي بتخلي معاكي المخبوزات ناجحة. انا خلصتهم كلهم كده، هبدأ اغطيهم يرتاحوا لما ادهن الصواني. انا كده بدهن الصواني مسحة خفيفة خالص من الزيت. طبعا الكمية دي هتعملي صينيتين. هبدأ اجيب من اول كور عملتها، وهبدأ على طول اعملها رول كده بكل سهولة. طبعا العجينة مرتاحة بتتفرد معاكي بكل سهولة. مفيش اسهل بجد من الطريقة دي. مخبوزات نباتية ناجحة وطعمها حلو قوي وخفيفة خالص. انا خلاص كده فردته معايا.
هبدأ بصوا احطهم الاتنين الاطرف على بعض كده، وادخل الطرف ده كده واقفل كده. يعني مفيش اسهل من كده بصراحة، حاجة سهلة خالص. هعمل واحدة كمان معاكم. هبدأ كده برضو اعملها رول كده بالصنف في بايديا، بايدك الاتنين كده. وهبدأ اجيب كده ايه الطرفين على بعض، هجيب الاطرف كده على بعض، وهبدأ ادخل دي كده واقفل كده الطرفين دول مع بعض كده. زي ما قلت لكم حاجة سهلة خالص. انا هكمل الكمية كلها بنفس النظام كده وهوريها لكم. بصوا انا خلصت الكمية، عملت صينيتين، فبغطيها عشان هسيبها ترتاح كمان نص ساعة في الصواني وهرجع لكم. بصوا بعد نص ساعة حجمها اتضاعف ازاي. بصوا بقى انا هدهن بايه وشها، بربع كوب مية، وهضيف عليهم معلقتين سكر. دي المعلقة التانية، وهدوبها كويس كده. وجبت الفرشة بعد ما دوبتهم وهبدأ ادهن. يعني ايه حتى بجد الدهان حاجة بسيطة خالص وسهلة، وهتطلع لك نتيجة هتشوفيها دلوقتي، نتيجة مبهرة وحاجات مكونات بسيطة خالص. وهبدأ اضيف بعد ما دهنتهم كويس، هبدأ اضيف السمسم. دلوقتي بكون مشغلة الفرن، بتسخنيه كويس. المخبوزات بتاعتك دي بتتحط على الرف الاولاني مش الشبكة، لو حطيتيها على الشبكة هتنشف. فاحنا بنحطها على الرف الاولاني عشان تطلع معاكي طرية وهشة خالص. بتدخل تقعد 10 دقايق، 10 من 12 دقيقة كمان. بصوا زي ما قلت لكم بدخل على فرن سخن، واول ما بيطلع ببخة مية او بتغطي على طول كده بالفوطة لحد ايه شايفين، لحد ما بيبرد كده خالص. وشوفي الطراوة بجد حاجة كده حلوة خالص، مكونات بسيطة وتسوية حلوة قوي، ومطلعه لك حاجه كده جميله للفطار او للعشاء. بجد هيعجبك جدا. اتمنى تجربيه وتضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين. تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل.